هذا انا وكنمارس في اخطر رياضه في العالم، رياضه ركوب الامواج. كل رياضه عندها محطم رقم قياسي لها، واللي حطم الرقم القياسي ديال هذه الرياضه واحد سميتو سيباستيان ستودنر في نازاريو، ركب على موجه فيها 26 متر. عباد الله، واش عرفتي شنو هي 26 متر؟ هي تقريبا عماره فيها 9 ديال الطوابق. وحنا اليوم مشينا لارض ركوب الامواج في المغرب اللي هي تاغازو، البلاصه اللي كيقصدوها جميع السياح من العالم كامل باش يجربوا هذه التجربه. واليوم ما غاديش نخرجوا من البحر حتى نحطموا ليما هذا سيباستيان الرقم القياسي ديالو، عشان اننا طرونا في الرحله ديالنا بلانات اللي كيضحكوا صاحبي بس الله ورا صاحبي الله ورا صد عليك جوج، وبلانات اللي خلونا نبدلوا الوجهه كامله. فتفرجوا في الفيديو حتى الاخر، الفيديو ممتع وفرجه ممتعه. مرحبا بالاصدقاء والصديقات. بالنسبه للخطه ديال هذه الرحله هذه، ها هي راه كتبتها لكم هنا في الكتيب اللي غنتابعوها من الاول حتى الاخر. القضيه راه محزوقه، فهمتي؟ محزوقه القضيه. المهم غادي نحاولوا نديروا دوك فهمتي التعديلات ديالنا، التعديلات ديالنا غنحاولوا نديروهم باش نخرجوا الرحله ديالنا. الخطه ديالنا الاصدقاء 500 درهم اللي عندنا في الحصول، زيد 150 درهم الي، 150 درهم روتور. الرحلات بجوج فيهم شحال 6 ديال الساعات، فهمتي؟ شحال غتبقى من 500 درهم؟ غتبقى منها 200 درهم. زيد هاد 200 درهم خاصنا نديرو فيها السكن والماكله والتجربه ديال السيرف. قويتي والاخوان اخوات 3000 درهم، 1000 2000 درهم الليله واحده في الاوتيل. شو هذا ب 4000 درهم؟ واخا هكاك ما فقدتش الامل وبديت كنقلب على شي بلاصه غير الناس فيها، فهمتي؟ ها الناس ما يهمش الرفاهيه. الاصدقاء جينا لهادو اللي رخاص، ولكن راه فهمتي شوف 249 300، فهمتي؟ يعني من 200 درهم للفوق، فهمتي؟ زيد عندنا جوج ديال الحلول. الحل الاول غادي نمشيو تما وغنعسو في الزنقه، اولا الحل الثاني اللي هو اكثر امانا هو نديرو ليكسبيريونس كامله في نهار واحد، يعني نمشيو في الصباح ونديروا التجربه ديالنا وناكلوا ونرجعوا في الكار في الليل، فهمتي كيفاش؟ ولكن صعيبه هذه القضيه حيت غنكون زياش الله يلا قاود في رجال الوداد اصاحبي. زباله فلوس كون جراج مستقيم اللي سيتهم الدفع ما يطلع حساب في 100 ما كناش البارسا. يا مالا صاحبي الدريه اللي خربقت ويا مالا صاحبي. فاش ركبت جا حدايا واحد السيد باينه فيه شي فلاح، هو يحط حدايا واحد الفروج بلدي، وداك الفروج فيه الهمشه. اول مره غنشوف فروج كيحك بحال ديك الطريقه اللي كيحك بها الكلب فاش كيكون فيه الكراد، وداك الفروج بلي مقشر من جهه رجلو. قدر الدراري بلات اي لحظه يتحول شي اومريتريكس ولا شي صحن فضائي يتحول مود جوجو، راه ما عرفتش. وملي سولته قلت ليه هاد الكائن العميم، قال لي هذا طاكوش. قلت لي العميم بعد عليا شويه الفروج الله يرحم الوالدين، ويقول لي والتوليد من اوليد الحراره كدروا 45 اوليد بس يرقوا دمك وانينا ما بتي فقياطا ما بتي. قال لي العب اللي باغي تلعب انا راه مخلص عليه بلاصه، شنو غندير؟ نوض نطايف معاه؟ خونا راه متكي عليه بالا ديال البنياسه، اطنوض تولي باغي تضارب معايا ولا قاتلك بها. ومن بعد مده طويله تقريبا شي 6 ساعات بحال هكاك ولا 7 سوايع وصلنا اخيرا. خدينا طاكسي من المحطه ديريكت لتغازوت باش ما نضيعوش الوقت. وإلا كنت غنصحكم شي نصيحه، غير جيو لهاد المدينه، ما غاديش تحسوا براسكم في المغرب، ما غاديش تندموا اصلا. الاجواء هنا راه عرفتي واحد الاجواء واعرين، وما اللي قلت لكم راه ما غاديش تحسوا راسكم في المغرب، راه ما غاديش تحسوا راسكم في المغرب. وليد اش فيها شي بحيره؟ واحد البحيره دابا اللي الوهله الاولى غتبان لك هاد البلاصه اللي فيها هاد الدراري شي ميامي، فهمتي؟ ولا شي فلوريدا ولا شي، فهمتي كيفاش؟ شي ولا شي هاواي، فهمتي؟ ولكن هي في الحقيقه راه تغازوت، بحيره مائيه. احنا الاصدقاء على قرب تقريبا مقربه، فهمتي؟ شحال بقى لنا تقريبا واحد 15 متر، فهمتي؟ على البحر، فهمتي؟ على الساحل. 1 billion zillion jillion billion cotillion times later. الاصدقاء هنا الجو واعر، والله الا الاجواء هنا واعره بالله. راه خوتنا الهيا كيديروا السيرف اصلا، وكاين اللي فيهم كيعوم عادي، وكاينين حتى الصياده في واحد الجهه. والملاحظه اللي لاحظتها وهي كاينين بزاف ديال الكور، بين قاوري وقاوريه كاين قاوري. ومورا ما ضربنا دويره جا الوقت فين نديروا الاكسبيريونس ديالنا. الحاجه اللي ما كنتش ضارب لها حساب هو ان الثمن غلا من داك الثمن اللي كنت متوقعه انا. كاينين اللي قالوا لي 250 درهم وكاينين اللي قالوا كثار، فهمتي كيفاش؟ وحنا عندنا غير 200 درهم. مورا بحث طويل لقينا واحد غير ب 200 درهم، ولكن كان ساهله، فهمتي كيفاش؟ قال لي الا بغيتي ترجع غدا مع 12، ولكن انا كان عندي الكار مع 10 ديال الليل. ما مكتبش الاصدقاء، ما مكتبش اصلا، حنا وصلنا معطلين وزيدون ما عندناش فين نباتوا. صافي برا عط راسي مزيان في واحد السناك، كليت مزيان ورجعت الدراري شديت الكار. 2000 years later. اذا فين هو هاد السيرف اللي كتقول لنا؟ ما لقاش الاصدقاء محسن من الدار البيضاء، والله ما لقى محسن من الدار البيضاء.
شمتنا في 300 درهم الاصدقاء كنبرد على راسي. لقينا الاصدقاء بلاصه فين نديرو السيرف كاين في الدار البيضاء فهمتي. يعقل هذا؟ والثمن حتى هو راه متواضع شفتوه بين 150 حتى 200 درهم. The next day. اول حاجه درناها في النهار الثاني وهو نقصنا شويه الشعر حيت استهدني. مورا انطلقنا ديريكت للمكان اللي غنديرو فيه التجربه. الاصدقاء هاي التوشي ديالنا الشام، هاي التوشي غنحاولوا نلبسوها دابا. شو العذاب والله، حتى العذاب بالله اش كيولي شكل بان واصحابي وصل الله ورا صحابي وصل الله ورا صد عليك جوج. ومورا العذاب كامل قال لك السلسله اللورا صافي. مورا ما بزز باش كنلبسوا هاد اللعيبه والله حتى بزز بالله. وليت كنبان بحال هذاك اللي في بنتين عرفتو هذاك الصغيور. ودرنا التسخينات ودخلنا ديريكت للبحر فهمتي كيفاش. وهذه هي الاله ديالنا الاصدقاء كما شرح لنا الصديق. راه فيها ثلاثه، وحده كتشد بها اليمين وحده كتشد بها اليسار وحده كتشد بها فيتيس لقدام. وبلا ما نحتاج نقول لكم الا ضربوكم دوك اللعيبات اللي يديكم لوجهكم راه غادي يحلوكم فهمتي. وبطبيعه الحال حنا راه عارفين زهرنا كيدير راه غادي ضربنا لوجهنا راه ضروري. غير كملوا الفيديو حتى الاخر. مورا راه بقينا جارينا ديك اللعيبه وترى العذاب الشديد بحال جار مدرياس اتقيلاس. جرينا الدراري تمشيو للبلاصه المناسبه اللي غنديرو فيها السيرفر. ومورا مده طويله وصلنا للبلاصه المناسبه ديالنا. وهذا هو الكابتن الياس بدا كيعطيني التعليمات. قلت لي ما تعطيني لا تعليمات لا والو. قال لي علاش؟ قلت ليه طالع لي الدم باغي ننتحر. وكنشكر الصديق على المجهودات ديالو. واخا حتى شي واحد فينا ما فهم، لا انا لا الدريات والله حتى واحد فينا ما فهم. شو الدريات راه مساكنه كيشوفوا حتى انا راه غير كنشوف فهمت القرايه ديالي باقا نفهم هادشي. عطينا كتيب تعليمات انا قريت القرايه ديالي باقا نقرا الكتيبات. هنا راه بدينا في التطبيق. عرفتي كتبان لك ساهله فاش هو كيجي يبغي يطبقها وكيفاش كتبغي تطبقها نتايا ما كتعرفش. لا 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 هتقلك كده يلا. تحياتي للكابتن الياس والله ما قصرت واخا هادشي كامل في الاخر شربت الماء. هنا راه الكابتن الياس قال لي شوف الهي. قلت ليه اش غنشوف؟ قال لي شوف هذوك اللي باقي ما وركوش لايك. وركوا الاخوه اللايك، وركوا باش نجيبوا لكم حاجه واعره المره الجايه فهمتي. ومورا العديد من التدريبات مع الكابتن الياس جات المرحله ديال التطبيق. هذه هي المرحله اللي كنت كنتسنى فيها فهمتي. طلع طلع قاد يلا شوف قدامك شوف طلع طلع طلع. هنا حتى قلت غادي مزيان زلقات ليا من الضربه الاولى وانا نطيح. خرشف رغم ان الكابتن الياس زاد عطانا تعليمات اضافيه فوق الماء الى اننا طحنا المره الاولى والثانيه والثالثه واخيرا وبعد عناء طويل نجحت ليا. عندك يا عندك ها هو شوف هسه الدريه مسكينه كيف فرحات ليا. شو هسه كان واحد صاحبي والله تيقتلو الحسد والله يلقز عليا يبغي يدير لي شي رباط صليبي والله تيهرسني بالله. عمرها ما صدقاتنا المره الاولى صافي بقات كتصدق لينا ديما فهمتي كيفاش الا قله قليله اللي كنا كنزقلوها فيها. قبل ما ننسى ديديكاس للصديقات بثلاثه فهمتي كيفاش لانهم قالوا لي دير لنا ديديكاس في الفلوق تاعك. اشنو الدراري نسميو هذا فلوق؟ نسميو فلوق ولا تمجنينه ولا شنو هي هذه؟ مشينا لأكادير قطعنا شعرنا العذاب الحمار فهمتي كيفاش. كنا غنباتو في الزرقاء. المهم كنبغيو نديرو لكم ديديكاس. تحياتي للثلاثي فهمتي ثلاثي الرعب كاملين. احتراماتي لكم صراحه ظريفات واحتراماتي للكابتن الياس فهمتي على المعلومات الشيقه والرائعه جدا. وبالنسبه لاجونس الدراري راه ماشي اشهار ما والو فهمتي كي راه خلصت راسك يمك خلصت 150 درهم فهمتي. غير هو فهمتي كتبقى المعامله فهمتي كي جاتك المعامله فهمتي كي الواقع كي المواقع كتبقى المعامله فهمتي معامله جيده ورائعه فهمتي. كانت تجربه ممتازه. وراه تخيل معايا ان واحد باقي كيتفرج فيه لحد الان وما دايرش لايك. وتخيل هادي ودابا ما تحماقش مع هادو دابا.